السلام عليكم الفاميلا، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنشارك معكم المشماش، الكونفيتير ديال المشماش. بالنسبه لاول مرحله هنا كما كتشوفوا، خديت المشماش رقدته فيه هاد شويه الخل، المهم باش يتحيد منه كاع الوسخ وداكشي اللي فيه. صافي غنخليه واحد شوي، ماشي بزاف، واحد 2 دقائق تقريبا، وغنبدا نقي اللي بانت ليا مضروبه، غنحيد ليها ديك الضربه ونحاول نحيد ليها القشره ما امكن، ماشي كلها، غير نقص منه غير شويه. صافي نقطعو على 2 ونحيد ليه العظم ونحطو في واحد الطاسه. هذا هو الوقت ديال المشماش اللي بغى يستغلو في الكونفيتير، حيت دغيا كيخسر ملي كيبقى في الثلاجه، اللهم تستغلوه في الكونفيتير. هنايا كما كتلاحظوا حيت ليه العظم وحيت هادوك القشره ديالو ما امكن، نقصت منها ودرتو هنايا، رقدتو في شويه ديال السنيده تقريبا واحد نص كاس. كما كتلاحظوا راه خليته هنايا بات واحد الليله، الغد في الصباح طيبته. كتبقاو على تحركوا فيه غير بشويه وعلى عافيه مهيله، ما تجاهدوهاش باش ما يتحركش. صافي، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كما كتلاحظوا راه كتخليو الخشوريه ديالو كتحكموا فيها كما بغيتو تخليوه جاري شوي، كتطفيو عليه البوطه، بغيتو تختروه راه نتوما كتحكموا فيه. هنايا كما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين بزاف وما تفرقش بينه وبين المشري. وشي حاجه مصايبين على ايديكم راه كتكون زوينه. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وخفيف ظريف على قلوبكم، وان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.